هما فين اللي بيقولوا الاهلي بيكسب بالتحكيم وبطولاته حرام؟ يا اخي ده انت لو ما شفتش فجر تحكيمي في حياتك تعالى اوريهولك دلوقتي. بذمتك يا ابني دي ضربة جزاء؟ دي ضربة جزاء؟ ده في قانون مين دي يا جدعان؟ في قانون مين ضربة جزاء؟ الكرة متشاطة الاول جاية اهي في جسم ديانج وبعد كده خبطت في ايده الثابتة اللي هي اصلا ورا ظهره. يا جدعان ضربة جزاء ازاي يا جدعان؟ شافها منين؟ نفسي افهم شافها منين؟ ده كمان ضربة الجزاء وهي بتتلعب تقريبا كل لعيبه الجيش الملكي دخلوا ال 18 قبل ما الكره تتشاط. يعني مش كمان ظلم في ضربه الجزاء، لا ده كمان ظلم في احتساب الجول كمان. يا اخي عليا النعمه قاره عمرها ما هتنضف. تقريبا الماتش اللي فات علشان الجيش المغربي اتظلم امام يانج افريكانز فالحكم قال لك نعوضهم بقى النهارده على حساب الاهلي. بس الحمد لله ربك بالمرصاد وبرضه الاهلي اتعادل علشان ربك ما يرضاش بالظلم. وبرضه احنا اول المجموعه غصب عن الحكم والاتحاد الافريقي تمه.